بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواجد برهان المبسوط في الوجود كرما وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق رحمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائدة من ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به الناس وما عظم هذا الفضل الذي برز من حقرة الإحسان سورة كاملة جرت في هيكل محمود تتعطرت وجودي أكناف وجود تدرجت قرد العوالم بانتراض التكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى في عالم كرسي واسع لدى الانقضاء بالنشار فضله بالقريب والشاسع. فالحمد الذي لا تنزل أمراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أمراد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان بدر الصقلان وسلم أسراره في الأحوال. فما من سر اتصل في قلب منيب إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. لقد يسره قد توالى بحبيب عمل الأنام نوالا جل من شرف الوجود من نور قمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام متنى في مجره وتعالى لحزت عيون في مجدلة بشرا كاملا يدير الضلال قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان لا يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور من إله كريم بشرتنا آياته في ترك الحكيم ببشارة. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم بالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تضرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان
يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا الأنبياء الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونقله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وإجماعها وأزكى التحية وأمثالها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة المجد من قربه وتبيعوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه، ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس بالبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الظاهرة فانطلقت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حولت بالكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال في الأصناف الكريمة والفطور وما من صنف ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة بيجان مولد هبسي الذي يتنقل في بروزي ليتشرف بموطن استقراره وموطن وروزي وقد قالت الأقدر الأزلية بما قالت وأجهرت من سر هذا النور ما أجهرت الله عليه وحسست به من حسست وكان المستقر بالأصلاب الطاهرة والأرحام الشارفة الطاهرة حتى بلغ في عالم السهالة بشرا لا كالبشر ونور الحي الأفكار ظهور أبهر فتعلق الإمة الرقيم لهذه الغروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عزائم ذلك النور معروف كانت العنصر لا تفي برسل ميسار أوصاف ذلك المنصاب تسويقا للسامعين من حوس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أصحاب المحلوقين وما أقامه الله به في مولده من الفزع الذي أما العالمين وباقي الراية فرقا من صارفا على مر الأيام والصهور والسنين داعي التعلق بهذه الفترة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروض بروي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بالقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده القوم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أصل الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس ونتنزه في هداك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه الصورة نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وقد أخرج أبو الرازق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث
وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد علم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه القريب عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المقاوي آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصوتها. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فضات فضله وتنتشر فيه آثار نهجه الصليب. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا يا أنت العظيم وكلها من همنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن جعلك به هذه الدعوة المطمونة والجوهرة الموصونة والطلق الله يصبر ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور إسراقها السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى ارتقاد جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بظلام من بركات وسعادة هذا الرفاق.